الاجتماع اليوم وهذا انت من اللي تقول ارحل؟ انت من اللي تقول ارحل؟ يا اخوة بهذه الطريقة يحاولون ان يخربون بهذه الطريقة يأتي المعتزين يخربون هذا أصحاب السيادة. لو سمحت اللي يقول رايك مكانه يقول، عندك رايك قول اقعد قول. نريد من الأمن العام أن يحمي هذه الاعتصام، لأننا بدأ بعض المدسين بالاعتداء علينا. نطالب الأمن العام ووزير الداخلية ورئيس الوزراء بأن يوقف المدسين، نطالبهم بأن يوقفوا المدسين الذين أتوا. طبعا يطالبون رئيس مجلس الوزراء بحمايتهم، واحنا نطالب منه؟ نطالب منه يحمينا؟ احنا نطالب منه اللي يحمينا يا مخالف. هاي المشكلة. اذا مصورنا نطق، مراسلنا نسب وقذف والفاظ وسخه والى اخره، زين؟ وواحد من الاشخاص قام وعبر عن رايه، وكويتي يا جماعه حاله من حالكم، انتم اخوان، انت بتقول رايك وهو بيقول رايه، خلاص بالتهدئه انك تقدر تهديه وتقول استريح، اسمع، لكن مو بالاسلوب. مع الحق طبعا. للحين ما وصل صوتي. نقف وقفة حق مع الحق. على الحق وفندناه عفوا استاذي، اذا بس سمحت لي. خليه يتكلم، خليه يعبر عن رأيه، عطى ميكروفون. هذه ديمقراطية. لا عفوا، سكوت عبر عن رايك بكل اسلوب. لو سمحت بكل اسلوبات، تفضل. لا يا اخي، عبر استاذ. هذه هي الديمقراطية. خليه محمد قول رايك يا عباس، قول رايك. اقول رايي انا هذه خليني اقول لك، تعرفيني وانت تعرفني بالضبط. انت قاعد تسوون ندوات على ايش قاعد تسوون؟ هل على كلامك يا دكتوره حنا في صف واحد، دائما صف واحد، دائما الحكم ضميرنا حنا. صح. انا حكيت الانسان عنده عقل والله ما يعطي عقل. هل يعقل ان هذا الوزير المحوري الاولي عنك تتجاوز 5 ملايين و400 الا وين راحت؟ ومحور الثاني اشكال عينك حط علينا على ساحه النوابه كاميرات، ليش ما حط العام او العام ليش ما حطها؟ ايش معناتها؟ عقب الانتخابات على طول. انا اسمح لي، انا ابيش عنده غني وعلي الراشد اللي كان هو بالمدافعين وكان يطق على الطاولات، الحين قاعد يدافع عن الوزير على ايش؟ رجل عنده اول محور متجاوز، بس بعد غض النظر. نجاوبك اجاوبك اجاوب ولا ما تبيني اجاوب؟ عباس، اخ عباس، تبيني اجاوب ولا ما اجاوب؟ فهد هذا فهد خلي يقول لي جوال العكس. 4 من النواب ضغطوا عليه. وزير الإعلام عنده تجربة سابقة في الاستجواب، خايف من الاستجواب. هو مصرح لنا احنا في سكوب، قايل ان الحكومة ما تفيدني، ما تنفعني، لما انا اتوقف الحكومة ما تنفعني، ويقطون الوزير يواجه مسؤولياته. وهاي سمة حكومية صارت الخوف، والله سمة من سمات الحكومة عندنا الخوف. يعني انا دائما اصر على ان احنا الحكومة مو ضعيفة، الحكومة خوافة.